السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، موضوع ديني. وعلشان نتكلم في الدين بالذات لازم يكون في نتكلم بالأدلة، لأن موضوع دين موضوع حساس، فلازم الأدلة. طبعا حضراتكم أول حاجة بتطلب الدليل. فدلوقتي هنتكلم في موضوع: هل تقبيل الحجر الأسود في الحج ده سنة ولا مش سنة؟ لأن اللي انتشر بين المسلمين من عشرات السنوات ويمكن من مئات السنوات ان تقبيل الحجر سنة عن سيدنا عمر بن الخطاب، وان عمر بن الخطاب هو اللي شاف الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يعني ان الحجر الاسود بالرغم ان هو لا يضر ولا ينفع، ولولا انه شاف رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقبل هذا الحجر ما باسوا ولا قبلوا. دي معنى الحديث. ويعني ركبوا الموضوع كله لسيدنا عمر على انه هو اللي شاف الرسول بيقبل الحجر، ودايما يقول لك بالرغم ان انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا ان قبلك، لولا انني رايت رسول الله يقبلك ما قبلته. طيب حتى الكلام نفسه هنخش دلوقتي هنعرفكم هو سنة ولا مش سنة، وهل هذا الحديث صحيح ولا مش صحيح. هو طبعا مشايخ الأزهر وما يعادلهم في مشايخ العالم بيقول لك ان الحديث ده صحيح، لكن الكلام ده مش صحيح، وهنثبت لكم الكلام ده. دلوقتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، يعني بناء على الحديث اللي هم جايبينه، اللي هم اللي كاتبينه بنفسهم، بيقول ان الحجر ده لا ينفع ولا يضر. طيب طالما الحجر ده لا ينفع ولا يضر، يبقى ما ينفعش ان انت تاخد منه البركة. لو انت بتروح تقبل الحجر بغرض يعني ان انت تاخد البركة منه، وان دي سنة عن الرسول والرسول راح باسه، يبقى ازاي الرسول هيبوس حجر لا يضر ولا ينفع؟ يعني مش هياخد منه اي منفعة. يبقى بالتالي دي تعتبر وثنية وتلفيق للرسول عليه الصلاة والسلام. ازاي حجر ما بينفعش؟ يعني حتى مش هيديك البركة، مش هيجيب لك البركة اللي انت فاكر بتروح تموت نفسك في الحج هناك علشان توصل للحجر، علشان تاخد البركة من الحجر لما تقبله. وفي احاديث ثانية يعني كاذبة وموهومة بتقول ان اللي يقبل الحجر يعني يغفر له ذنوبه ما تقدم وما تأخر، وانه هيخش الجنة بلا حساب. والحديث دي موجودة ومنتشرة بين الناس، وهي احاديث ضعيفة وملفقة. طيب زي ما قلنا لحضرتك كده، ازاي حجر معروف ان هو لا يضر ولا ينفع؟ يعني حتى لو كان بينفع ان هو بناخد منه البركة ماشي، كنا نقبله ومفيش مشكلة. انما انت باعترافك انت واعتراف عمر بن الخطاب ان صح الحديث، يعني ان الحجر لا ينفع ولا يضر، طب ايه الفايدة ان انت تروح تقبله، ان انت تروح تبوسه؟ تاني حاجة ان هو قال لك ان سيدنا عمر شاف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقبل الحجر. طيب يعني انا دلوقتي بأتحدى اي حد او اي شيخ من المشايخ يقدر يقول لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاف الرسول بيقبل الحجر امتى؟ هل شافه في الجاهلية لما كانت الكعبة اتهدت وراح حط الحجر فيه، وكانت القبائل مختلفة وحطوه له في قماشة وشاله وحطه وباسه؟ القصة اللي هي المروية ديت يعني قبل ما يبعث في الجاهلية، ولا سيدنا عمر شاف الرسول عليه الصلاة والسلام بيقبل حجر في الحج؟ طبعا الرسول حج مرة واحدة فقط، وعمل حوالي 4 عمرات. فهل شاف الرسول عليه الصلاة والسلام في الحجة الأخيرة حجة الوداع السنة العاشرة الرسول بيقبل الحجر؟ يعني يجيبوا لنا دليل على هذا الكلام. طبعا اما تبحث مش هتلاقي اي حد يفيدك، ومش هيقول لك هو شافه امتى. هو يقول لك ده عمر بن الخطاب شافه وخلاص، انما شافه في امتى؟ قبل الاسلام ولا بعد الاسلام لما كان بيحج؟ مش هتلاقي اي اجابه ولا اي دليل على ان الرسول باسه. اللي ثابت فعلا ان الرسول في الحجه، حجه الوداع،
الحجه الوحيده اللي هو عملها ان هو كان راكب ناقه جمل، وشاور على الحجر بالعصايه اللي معاه، يعني شاور فقط كده من بعيد على الحجر، ويقول لك ان هو باس العصايه اللي هي معاه اللي هو شاور بيها. لكن هل ثبت ان هو راح وباس الحجر؟ لم يثبت الكلام ده، مع ان ده رسول الله. يعني لو عايز يروح للحجر ما فيش بقى لازحاق، هيوسعوا له الدنيا كلها وهيروح يبوس الحجر براحته، انما ده لم يثبت ولم يحدث ابدا على الاطلاق. يبقى كل دي احاديث وكلام وقصص وروايات الغرض منها يعني تشتيت المسلمين وتغيير مفاهيم الاسلام ومفاهيم الحج، وضياع الاسلام عن طريق المشايخ الخونه. مشايخ خونه طبعا، المشايخ اللي دلوقتي طبعا من ضمن الضحايا، لكن الحاجات دي اندست على الاسلام من زمان، من ايام مثلا الدوله الفاطميه اللي هي الشيعه المجوس، وايام ما كان بيخش الصليبيين يحتلوا الدول الاسلاميه بالكامل مره واحده علشان يقدروا يحطوا الخرافات اللي هم عايزينها على مستوى العالم الاسلامي كله، وبالتالي ما تلاقيش الا كده. والحاجات ديت يعني نشأوا دين موازي للدين الاسلامي الحقيقي. طبعا من ناحيه السنه، في سنه وكل حاجه، الناس اللي بتنكر السنه دول غلطانين. سنه يعني ايه؟ السنه اللي هي شرح الرسول عليه الصلاه والسلام للايات القرانيه لتبسيطها لعامه المسلمين، فدي بالتاكيد كانت مكتوبه ومسجله وكانت موجوده. هي دي اللي تم يعني تدميرها وضياعها، وما تبقى منها تم تحريفها للاسف الشديد، وتبقى يعني القليل اللي هو الصحيح اللي هو ممكن يدخل عقلك وتقدر تستوعبه. اما الباقي دخل فيه الاسرائيليات، وطبعا اللي دخل الاسرائيليات والروايات ديت هم معترفين ان في اسرائيليات. طب دخلت ازاي؟ دخلت عن طريق الناس الكبار اللي هم اصحاب كتب السنه واللي بيقول عليها كتب التراث، هم اللي دخلوها، مش المشايخ اللي هم موجودين دلوقتي. الموجودين دلوقتي دول ضحايا، ومجرد ان هم شربوا الموضوع وبيرددوه وبيخافوا يفكروا فيه احسن يطلعوا من الاسلام او يكفروا، وفاكرين ان هم لو استخدموا عقلهم هيضيعوا. الكلام ده غير صحيح، ويجب تصحيح هذه المفاهيم ونبحث عن الاسلام الحقيقي والسنه الحقيقيه والمفاهيم الحقيقيه للقران، والا يعني هنزيد ضياع. يعني احنا شايفين الامه الاسلاميه ضايعه بنسبه يعني 90% بسبب ان ما في شتات، ما فيش عقيده صح، ما فيش دين صح، ما انتش عارف راسك من رجليك بسبب هذه الخرافات. يبقى موضوع الحج وبوس تقبيل الحجر الاسود ده غير صحيح وخرافه بالادله اللي انا قلت لحضراتكم عليها. ان سيدنا عمر شاف الرسول امتى ما نعرفش، شافه قبل الرساله ولا بعد الرساله في الحج ما نعرفش، وما فيش اي دليل غير ان الحجر بيقول لك لا ينفع ولا يضر. يبقى ازاي تروح تبوس حاجه لا تنفع ولا تضر؟ يبقى ايه الفرق بينك وبين الكفار في الجاهليه لما كانوا بيعبدوا الاصنام؟ والسلام عليكم ورحمه الله.